ناس كتير جدا اتكلمت وبتتكلم وهتتكلم عن تشات جي بي تي. تشات جي بي تي ناس كتيرة برضو نفسها تجربه بس مش عارفين ازاي. مبدئيا كده ايه هو تشات جي بي تي؟ تشات جي بي تي هو عبارة عن محادثة مع ذكاء اصطناعي، تقدر تسأله في أي حاجة وكل حاجة، سواء حاجة حياتية، عاطفية، حاجة في الشغل، حاجة في الدراسة، وهتلاقي مساعدة مش طبيعية. حتى لو هتسأله في نكت هيرد عليك، هتحس انك بتكلم انسان فعليا. طب ازاي تتعامل معاه او ازاي تجربه؟ دلوقتي هو في 2 تشات جي بي تي، في النسخة اللي على تليجرام ودي مش فعالة قوي، ودي طبعا هيكون اللينك بتاعها موجود تحت الفيديو. تقدر تدخل على تليجرام ويكون البوت ده موجود، فتقدر تشترك معاه وتكتب له، وطبعا مجاني مفيش اي حاجة يعني. اما الطريقة التانية من خلال موقع تشات جي بي تي، الموقع بتاعهم. لكن علشان تدخل على الموقع بتاعهم فالموضوع ده كبير جدا، لانك لما تيجي تجرب تعمل ساين اب بيقابلك عقبتين اصعب من بعض. اول واحدة هو انه مش شغال في مصر، فبالتالي انت علشان تسجل في تشات جي بي تي وتجربه محتاج انك تغير الاي بي ادرس بتاعك، فبتحمل اي في بي ان يشتغل معاك، اي في بي ان، وبعد ما بتدخل عليه بتغير الدولة بتاعتك. لما بتغير الدولة فكده أول مشكلة اتحلت معاك. طبعا ممكن تدخل على جوجل وتكتب ماي اي بي ادرس وبعدين تشوف هو ظاهر اي بي ادرس بتاعك من مكان ايه، علشان تطمن ان الخطوة الأولى دي خلصت. بعد ما بتعمل كده بتدخل على جوجل وبتكتب تشات جي بي تي وبتدخل على أول لينك وبتعمل ساين اب اللي هو تسجيل دخول أو تسجيل مستخدم جديد. لما بتيجي تسجل بيطلب منك الميل، وهنا في طريقين، اما انك تسجل بالميل بتاعك الطبيعي اللي هو @gmail.com مثلا او اللي بتستخدمه معاك في اي حاجة، واما انك تسجل من خلال ايميل مؤقت، وانت تقدر تكتب على جوجل ايميل مؤقت ويظهر لك مواقع كتيرة جدا. والمفضل انك تستخدم الايميل المؤقت ده علشان ما نعرفش الدنيا في المستقبل ممكن يحصل فيها ايه، فلو حصل اي حاجة ما تكونش من الميل الرسمي. ممكن بعد ما تطمن والموضوع يمشي بسلاسة وما يواجهش فيه مشكلة تبقى تعمل واحد بقى بالميل الرسمي ويكون ده الرسمي بتاعك اللي تقدر تستخدم فيه تشات جي بي تي. المهم هتدخل وتعمل ميل مؤقت، بعد ما بتعمله بتعمل ساين اب. طبعا لما بتيجي تعمل ميل مؤقت ايا يكن الموقع بيجيب لك الميل وبيفتح لك انبوكس جوه الموقع ده خاص بالميل المؤقت ده، فانت مش هتجيب الميل وبعدين تقفل الموقع علشان يوصل لك عليه رسائل. ايه هي الرسائل؟ لما تدخل على موقع تشات جي بي تي وتسجل بالميل هيبعت لك فيريفيكيشن او تاكيد على الميل المؤقت ده، فهتروح على الموقع اللي انت جبت منه الميل المؤقت وهتدخل على الانبوكس هتلاقي تشات جي بي تي بعت الميل الفيريفيكيشن او التاكيد، بتضغط عليه علشان تفيريفاي الايميل بتاعك. كده خلاص اول خطوة تمام مفيش مشكلة. هيطلب منك بقى الاسم والباسورد وشوية اجراءات روتينية كأنك بتسجل على فيسبوك. خلاص كده فجأة وانت ماشي في الموضوع هيقابلك المطب التاني اللي كل الناس تقريبا بتطلب منه، وهو رقم الموبايل. طبعا انت لو جيت تسجل برقم الموبايل المصري فهيجيب لك ايرور وهيقول لك اللي انت بتقوله ده انت منين، قاعد في مكان تاني او في دولة تانية، ومنين كاتب مصر، واصلا مصر مش شغال عندي. فبناء عليه انت بتدور على طريقة معينة علشان تجيب بيها رقم مش مصري تسجل بيه. طب ايه الطريقة؟ في طرق كتيرة جدا ومختلفة، في منها اللي بفلوس لو انت الموضوع بالنسبة لك سوليد بقى وتستخدمه في شغل وراجل ريسورسفول او عندك مصادر والموضوع بالنسبة لك جد قوي، وفي طرق مجانية. بالنسبة للطرق المجانية برضو بتختلف، ولكن افضل طريق فيهم هو تطبيق 2NR. تطبيق 2NR هو تطبيق لغته غريبة شويتين، مش عربي ومش انجليزي. لو انت معاك موبايل حديث فبيكون مثلا في عندك اختيار انك تعمل ترجمة للي ظاهر على الشاشة، فتقدر تتعامل معاه مفيش مشكلة. طب لو انت ما عندكش الجزئية دي فهنقولك على الخطوات اللي هتمشي بيها، خطوات هتمشي بيها على برنامج او تطبيق 2NR علشان تطلع رقم موبايل يصلح تسجيله في تشات جي بي تي في الخطوه اللي محتاجه رقم موبايل. فخلينا نمشي بسرعه كده على الخطوات اللي جوه التطبيق. بعد بقى ما خلصت خطوه الميل وجات دور على رقم موبايل فاليد او صالح تقدر تستخدمه في التسجيل، هتستخدم تطبيق 2NR. هتدخل على تطبيق 2NR هتلاقي اللغه غريبه كده، لا منها انجليزي ولا عربي ولا فرنسي مثلا، مش عارف ايه هي. المهم زي ما قلنا طبعا انت لو موبايلك حديث تقدر تستخدم الترجمه الفوريه انه يترجم لك الشاشه كلها، ولكن لما تدخل عليه هو بيكون عبارة عن واجهتين أو اختيارين، اختيار على الشمال تحت تسجيل دخول واختيار على اليمين تحت تسجيل مستخدم جديد. فهندوس على الاختيار اللي هو اليمين تحت تسجيل مستخدم جديد. لما هندوس عليه هيطلب منك انك تسجل الايميل بتاعك والباسورد وتعيد الباسورد. طبعا يفضل انك تسجل الايميل المؤقت اللي احنا لسه قايلين عليه وقايلين ما تقفلهوش، وبعد كده هتكتب الباسورد وتعيد الباسورد، وبعد كده هتدوس على التشيك بوكس ده تعلم عليه وبتختار تسجيل مستخدم جديد اللي هي
الكلمة اللي بتبدأ بزار دي ولا زير ولا ايا يكن يعني. هتدوس عليها وبعدين هتدوس اوكي موافق، فهو هيبعت لك ميل تأكيد على الميل المؤقت اللي قلنا ما تقفلش الصفحة بتاعته على الموقع. هتدخل على الميل المؤقت هتلاقيه بعت لك ميل تأكيد، هتدوس عليه وبعدين ترجع مرة تانية، انت كده اكدت تسجيلك كمستخدم جديد. بعد ما هتدوس على التأكيد في الميل اللي هيتبعت لك على الايميل المؤقت هترجع بقى للتطبيق مرة تانية وهتدوس على تسجيل دخول، هتكتب فيها الميل اللي هو الميل المؤقت اللي كتبناه والباسورد، وبعد كده تديله صلاحيات الميكروفون والكونتاكتس وخلافه علشان ياخد الصلاحيات بتاعته يشتغل، وهتدوس على علامة الزائد دي علشان تاخد رقم موبايل. هو هيجيب لك رقم موبايل وهيقول لك بس عايز تكتب قدامه اسم، فيفضل انك بتكتب اسمك او اسم انت عارفه علشان لو في حد معرفش انه يستخدم التطبيق يعني وانت حبيت انك تساعده والارقام ما تدخلش في بعض. هتدوس على الكلمة اللي على اليمين فوق اللي هي معناها تأكيد وهتدوس عليها مرة تانية تأكيد، وبعدين هو هيرفش شوية ويقول لك تمام تم كده وانت دلوقتي معاك الرقم. هتدخل على موقع تشات جي بي تي وهتختار الدولة بولندا وهتكتب الرقم ده، هيقول لك انه بعت لك كود. هترجع تاني للتطبيق هتلاقي في علامة الرسائل تحت هتدوس عليها، هتلاقي الرقم اللي هو جهزه لك ده قدامه في كود، هتاخد الكود وتنسخه وتروح لتشات جي بي تي وتسجل الكود. اول ما هتدوس موافق هيقول لك تم وانت كده سجلت في تشات جي بي تي وبقيت مستخدم موجود عليه. وبكده وبعد ما دخلت رقم الموبايل وسجلت الرقم صحيح في تشات جي بي تي انت كده سجلت مستخدم جديد على موقع تشات جي بي تي ومحادثة الذكاء الاصطناعي. فكده تقدر تتعامل معاه زي ما قلنا انك تسأله في الشغل او الدراسة او الحياة العائلية او الحياة العاطفية او لو مخنوق يدردش معاك ويقول لك نكت، وتقدر تتعامل معاه في شتى الامور. ودي نسخة تشات جي بي تي على تليجرام تقدر تستخدمها عادي وتتواصل معاها، وهيكون في اجابات برضو لكل الاسئلة اللي بتدور في دماغك او اللي تسأله عليها. طبعا والجدير بالذكر انه تقدر تكلمه عربي او انجليزي، ولكن لو عايز اجابات قوية جدا جدا فلازم للأسف تتواصل معاه بالانجليزي، لان العربية ما عندوش معلومات او مش ثري بالمعلومات في اللغة العربية. طبعا احنا لما نجرب نكلمه ونتواصل معاه ونحاول نعرف منه اي حاجة بنتفاجئ ان هو بيرد علينا رد طبيعي ورد لذيذ يعني مشجع على انك تستمر معاه في الكلام. ولكن زي ما قلنا هو انت بس بتعرف انت تقدر ازاي تسأله علشان يقدر يديلك الإجابات اللي انت عايزها، لأنه عنده معلومات كتير سواء في الحياة العملية أو الحياة العاطفية أو العائلية أو في الدراسة أو الشغل أو أيا يكن. فأنت محتاج بس تعرف ازاي تتواصل معاه سواء على موقع تشات جي بي تي أو من خلال البوت اللي على التليجرام ده، واللي زي ما احنا شايفين بيردوا علينا عادي يعني وفهمنا والحياة زبدي خلاط. ولو انت سألتني استخدم تشات جي بي تي الموقع ولا بوت التليجرام، فانا هقولك انت ممكن تجرب بوت التليجرام وتشوف هل هو مشجع ومحفز ليك انك تسأله وبيحفزك على انك تسأل في حاجات اكتر وبيجيب في بالك وفي ذهنك اسئلة مختلفة في مجالات مختلفة وفي حاجات انت فعلا عايز اجابات ليها، فوقتها تقدر تشتغل على الشات جي بي تي اللي هو الويب سايت. ولكن حتى الآن يعني ما فيش مشكلة في انك تستخدم البوت التليجرام وتوفر على نفسك الصداع اللي عمالين يتكلموا فيه على التسجيل على الموقع نفسه. اللينكات كلها اللي اتكلمنا عنها هتكون موجودة تحت، ولو عندك اي سؤال تقدر تقولي. ولو جربت انك تحمل التطبيق اللي بيولد ارقام موبايل وواجهك فيه اي مشكلة، فهنختار 5 كومنتات نسجل لهم رقم ونبعت لهم الفيريفيكيشن كود يتواصلوا معانا على الايميل. وبكده خلاص انت مبروك عليك، وانطلق وابدأ رحلتك مع تشات جي بي تي.